العربيات اتعجنت، قطر الإسكندرية عدى عليهم وما خلاش، ربنا يسترها على الركاب اللي كانوا موجودين. بس ازاي العربية تطلع لمكان القطر؟ من هم أسماء الركاب دول اللي كانوا في واقعة قطر الإسكندرية، وإيه تفاصيل الواقعة بالظبط؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. النهارده كان يوم صعب جدا في مصر، يوم مليان وقائع مؤلمة لدرجة إن الناس كلها اتأثرت وكان في حزن. الصبح ابتدينا بخبر فظيع عن عربيات اتفرمت على الدائري، لكن اللي حصل بالليل كان أصعب بكتير. قطر الإسكندرية دخل في عربية عدت المزلقان وتسببت الواقعة دي في نهاية حياة ناس ومصابين كتير. إزاي العربية دي كانت في المكان ده؟ من بداية اليوم خالص الصبح النهارده كان في أخبار عن واقعة كبيرة على الطريق الدائري، العربيات كلها كانت عاملة كومة واحدة بعد ما فرمت بعضها، لكن لسه الدنيا ما كانتش خلصت. بالليل في مشهد أصعب بكتير، قطار الإسكندرية اتقابل بعربية نقل عند مزلقان المطار في برج العرب. وفقا للمعلومات المتاحة العربية دي كانت معدية السرعة المسموحة ليها وحاولت تعدي المزلقان، لكن للأسف ما لحقتش والقطار دخل فيها بكل قوته وتسببت في الواقعة الكبيرة دي. الناس اللي انتهت حياتهم في الواقعة كانوا موجودين في العربية دي، بالإضافة لعدد من المصابين وفقا لتقرير صحفي نشره موقع لقطات الإخباري واستنادا لمصادر. فالواقعة حصلت بعد ما القطار دخل في عربية نقل ثقيل، وبعدها اصطدم برضه بعدد من العربيات الملاكي اللي كانت موجودة حوالين المكان. كل ده خلى الناس اللي كانت في المكان يطلعوا في حالة من الصدمة والذهول جدا. وزارة الصحة في الإسكندرية استقبلت بلاغات عن الواقعة، وطلع عدد الناس اللي انتهت حياتهم 2 وانتقلوا على مستشفى برج العرب. الناس اللي انتهت حياتهم في الواقعة هم معتمد مبروك وفؤاد عبد الشافي محمد رشوان، اللي كانت حياتهم بتنتهي في اللحظة دي بعد ما القطار دخل في العربية اللي كانوا راكبين فيها. أما المصابين فتم نقلهم إلى المستشفى بسرعة، واحد منهم انتقل على مستشفى العمرية العام و2 على مستشفى برج العرب. كريم إبراهيم، أحمد عبد الحفيظ وخميس حامد دول اللي تم نقلهم لمستشفى برج العرب. أما سامح عبد العاطي السيد فانتقل لمستشفى العمرية. الواقعة دي خلت الإسكندرية كلها في حالة من الحزن الشديد، والحقيقة مش الإسكندرية لوحدها، دي كل الناس اللي سمعت عن الواقعة. ودلوقتي بقى في حالة من التأهب ارتفعت في مستشفيات الإسكندرية تحسبا لوصول أي مصابين جدد، وبدأت الأجهزة الأمنية كمان تتحرك بسرعة لمكان الواقعة علشان يتأكدوا من رفع آثار الواقعة وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة تانية. ما هو برضو ما ينفعش الطريق يقف في مصالح ناس. المزلقان اللي حصلت فيه الواقعة هو مزلقان مطار برج العرب، وفي وقتها تسبب في غلق الطريق تماما، واضطرت الجهات المسؤولة لفتح طريق بديل علشان الناس تقدر تكمل طريقها. وتبين بعد كده ان القطر كان على خط الركاب، والاصطدام حصل لما العربية حاولت تعدي المزلقان بسرعة. الأجهزة المعنية بعتت كام ونش للمكان بسرعة علشان يرفعوا العربيات اللي بايظة ويشغلوا الحركة تاني في المكان، وكمان يعملوا معاينة للموقع علشان يتأكدوا ان مفيش ناس تانية موجودة وبياخدوا الاحتياطات يعني. وده الصبح برضو. وكمان قالوا ان حركة القطارات هتتوقف في الإسكندرية، لكن الكلام ده مش صح والدنيا مستمرة. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية المعلومات المتاحة عن واقعة الإسكندرية، نكون عرفنا برضو تفاصيل اللي حصل، والأهم من كده عرفنا أسماء الناس اللي كانت موجودة فيها وفين أماكنهم دلوقتي. محاولة مننا إننا نطمن الناس ونعرفهم فين زاويهم.